وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله العظيم وحشتوني جدا جدا جدا. يلا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله، الفيديو يشجعكم. اول ما عرفت ان انا اصور قمت صورت على طول. طبعا باين على صوتي ان انا متدمرة، عندي برد شديد جدا. الحمد لله يعني. المهم بقى، بصوا المعركة اللي انا فيها. ليه ما كنتش بصور؟ لان انا اصلا بقالي اسبوع مش في البيت، ولسه جايه او بقالي يومين. عملت اكل، وده منظر المطبخ. طبعا ما قدرتش اعمله خالص في نفس اليوم، يعني انا يا دوب طبخت ونمت، طبخت وكلت ونمت انا والعيال. ما قدرتش اقف في المطبخ اعمل المواعين خالص خالص، لان البرد باخد مضاد حيوي وكده، فمخليني بقى ايه، مش قادره اقف على رجلي خالص. فاول ما صحيت كده بقى عندي شوية صحة كده، قمت كده عشان انضف بقى. المهم ان انا ما كنتش موجودة في البيت، كنت عند ماما عشان ماما برضو يعني كانت تعبانة وكده. فالحمد لله اول ما اطمنت عليها كده شوية روحت. وكمان اختي كنا بنفرش لها الشقة وكده عشان هتتجوز خلاص، لا اما الاسبوع ده لا اما اللي بعده، في الايام دي يعني. ف... فما كنتش فاضية خالص الايام اللي فاتت بصراحة. فاول ما قدرت ان انا اقوم اصور لكم والله صورت على طول. بصوا بقى المنظر كان بشع بشع بصراحة. المهم بقى لميت كده الدنيا وهبتدي اغسل الرخامة طبعا كويس قوي 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 واعقمها. بحط خل كده في المية اللي بمسح بيها في البريل، يعني المية اللي فيها البريل وكده. وببتدي اعقم بيها طبعا الرخامة وانضفها كويس عشان الدنيا تبقى زي الفل. المهم ان انا عندي السقف بتاع المطبخ كله باش من الناس اللي فوقيه. المهم ان احنا طلعنا لهم كذا مره وقلنا لهم الشكل فيه ماسوره عندهم بتسرب على السقف بتاعنا. المهم قلنا لهم كتير، وبرضه ما ولا كأن ولا حياة لما انتوا نادي عارفين، ولا كأننا بنتكلم اساسا. بيقولوا لنا انتوا جيبوا سباك وتصرفوا يعني. فالمهم ان احنا اثار مشكلة احنا عملناها قبل كده، يعني احنا عملنا المشكلة دي قبل كده واتعملت تاني. فانا مش فاهمة يعني السقف ده احنا ايه علاقتنا احنا بالسقف مش فاهمة. فالمهم ان انا ايه، باجي الاقي بقى كل الرخامة طوب طوب واللي هي الحاجات اللي هي البيضة دي. هوريكم المنظر على الارض عامل ازاي. الرخامه كلها بتبقى جير ابيض والارض والدنيا بتبقى عندي متبهدله. لدرجه ان انا بقيت اخاف احط اكل ولا اي حاجه على الرخامه عشان بيقع حاجات من السقف كتير قوي. السقف انا لو وريته لكم والله هتتخضوا هتتخضوا. انا مطبخي من فوق باظ من كتر الحاجات اللي بتقع عليه، عايز يتنضف، عايز يتشيل كده ويترمي او يتنضف بقى يعني. المهم بقى ايه دخلت بقى جمعت بقى المواعين. بصوا بقى هعمل كام مرة مواعين دي، هعمل مرتين ثلاثة مواعين. والكنك ده متبهدل متهان، يعني غسلته وخليته بيبرق بيبرق كده. طبعا هو عشان هو اساسا كنت جايباه تيفال. المهم ان انا جبته من حد يعني منه لله، حد ما عندوش ضمير اساسا خالص. طلع ان اللي هو الجرانيت ده باستيكر، عارفين الجرانيت الاستيكر ده. فطبعا طلع يعني ملوش اي علاقة بالجرانيت اساسا يعني. انا بس اللي كان عاجبني فيه لونه، يعني اللي لفت نظري ليه وجبته اللون بتاعه، لونه جميل قوي. بس بصراحة بيتقشر ووحش قوي يعني. ف... فلازم تتأكدي ان ده جرانيت اصلي، مش ستيكر يعني. بس المهم غسلت كده بقى المواعين. بصوا بقى المواعين كتير قوي، والجو اصلا ساقعة ومش مشجع ان انتي اصلا تقومي تتحركي فالواحد يعني مستعيذ من الشيطان الرجيم وبيقول اذكار وكده وبيقوم كده يتشجع. زائد كمان البرد المنتشر الايام دي، الجو برد جدا. وبقى في دور ضارب فينا كلنا عارفين انتوا. ف والمشكله بقى جايلي بقى مش قادره اتنفس، مش قادره اكل، مش حاسه بطعم اي حاجه، الاكل كله والشرب طعم وحش. مناخيري دي مقفوله على طول. فالجو بصراحة وحش، بس برضو ما احبش في العالم كله، قلت لكم ايه، قد الشتاء. اه متعب ومقرف وكل حاجة. بس معلش يعني الصيف مستحيل. مستحيل. هو يمكن احلى فترة في الصيف وقت مصيف، وقت ما نكون رايحين مصيف، غير كده لا.
هو ده الوقت الوحيد اللي ممكن اقول فيه الله الصيف جميل. وكمان لو رحت هناك لقيت الجو حر برضو بتضايق من الصيف يعني، بقول يا لو كنا رحنا في الشتاء. ف... فبصراحة احلى حاجة في الصيف هو اسمه ايه ده، الخروج والفسح والسفر والكلام ده، غير كده بصراحة لا. لكن الشتاء انا بحب الخروج جدا في الشتاء، على فكرة بحب قوي انزل في الشتاء، احب الف في الشتاء اشتري حاجات في الشتاء، بحس ان انا بالي بيبقى طويل. لكن في الصيف بحس ان انا مش طايقة نفسي، مش طايقة ان انا ابص على حاجة ولا اشتري حاجة وكده يعني. المهم بقى ايه، خلصت اهو كام حاجة اللي كانوا في الحوض. هبتدي بقى اشطف الحاجة اللي محطوطة دي. والحمد لله الحوض اهو راق. بصوا بقى حطيت طقم التوزيع كله ما كانش نضيف، غسلته اهو الحمد لله كده. وبعد كده هبتدي اشطف الكام حاجة اللي عندي، ولقيت كوباية تانية كده برضو ايه قدامي في المطبخ، قلت اغسلها برضو. ويلا قومي تشجعي، الفيديو ده تشجيع على فكرة، ان انا قلت بقى اتشجع بيكم، والله انا ما كنت قادرة اعمل اي حاجة. اول ما فتحت الكاميرا وقلت هقوم اصور واتشجع كده، قمت بصراحة لقيت نفسي ايه يعني متشجعة كده بيكم والدنيا تمام يعني. وخلصت يعتبر المطبخ معاكم كله. هبتدي بقى كده اغسل الحوض كله كده. خلاص اهو غسلته، طبعا انا عملت مواعين مرتين، فكل مره لازم اغسل الحوض بصراحه، لان بيبقى بقى فيه دهون وفي حاجات كده، فقلت لا اول باول كده لازم يتغسل، وبعد كده ارجع احط فيه مواعين تاني مش مشكله بقى. بص بقى نقلت الناحيه التانية. هوريكوا بقى. بصوا بقى كل القشرة بتاعت السقف اللي واقعة، بصوا كمية قشرة مش طبيعية كانت على الرخامة وعلى الأرض. هوريكم في الجاروف دلوقتي الكمية قد ايه كتير، انا لما كذا مرة وكل شوية يقع عليا، فاهمين وانا شغالة. دول بصوا الباقي كده، الباقي من السقف ده بينزل كل شوية حاجات، ومش عارفة المفروض ان انا اعمل ايه. والله انا بصوا انا زهقت من الشقة دي، والله العظيم زهقت. المهم بقى ايه، لميت برضو الحاجة اللي هنا، وكل ده هجمعه طبعا واحطه في الحوض هوريكم، وهغسله بقى انا ايه مع نفسي. مسكت بقى الترابيزة طبعا، لمعتها ونضفتها كويس برضو. وهبتدي اجيب بقى الحتة كده وابتدي انشف بقى كل الكلام ده. المهم ان احنا ايه، نحط لايك يا جماعة للفيديو وتشجعوني، عشان انا بجد الايام دي مقصرة في القناة جدا، بسبب ان انا بجد بجد يعني غصب عني مش اكتر، يعني مش حاجة في ارادتي، فاهمين قصدي. المهم بقى لمعت كده برضو اللي هو ايه الكوستر ده، ونضفته كده كويس ونضفت الترابيزة. بصوا بقى المواعين التانية اهي الجزء التاني، هبتدي بقى كده احطها وافتح عليها الحنفية برضو عشان تسهل معايا غسيلها وكده، وهغسلها بقى مع نفسي. بصوا كمية مواعين قد ايه عليا يعني، والله بجد بجد الواحد خلاص خلاص تعب تعب تعب. اهو بص نضفت الحمد لله المواعين كلها. بعد كده هدخل كده على الحوض، على الحوض ايه، هدخل على البوتاجاز. هبتدي بقى بصوا المراية اللي بتاعت البوتاجاز بصوا عاملة ازاي، شوفوا بقى اتفرجوا انا هعملها ازاي. هجيب بقى السلكة وادعكها كويس، اخليها بصوا بتلمع، كل دي دهون عليها من الزيوت والحاجات اللي احنا ايه بنستعملها. التليفون معلش يا جماعة كان بيرن. بصوا بقى عملتها بالسلكة ونشفتها، وبعد كده هبتدي بقى ايه اعملها الايه مناديل. معلش هو تقريبا البرد خلاني نسيت الذاكرة تقريبا ولا ايه مش عارفة والله. المهم بقى بصوا لما لمعت بالمناديل بقى الدنيا بقت جميلة ازاي. هجيب بقى كده البوتاجاز برضو وهبتدي اغسله برضو كده كويس. انا خليت المطبخ بيبرق بيبرق بيبرق، ماشي، ببقى تعبانة ومش قادرة اعمله، بس لما بعمله بخليه زي القشطة يعني مبقاش في حاجة اساسا. بس بجد موضوع ان انا اعمل الاكل واعمل المواعين في نفس اليوم ده مش راكب معايا خالص، مش جاي معايا سكة يعني، ما ولا اما اعمل الاكل لا اما اعمل يعني انا اساسا بعمل المطبخ وبعد كده بعمل الاكل، فهعمل تاني المطبخ تاني. لا.
هي مرة المفروض اعمل المطبخ واعمل الاكل خلاص، لان كده كده لازم هتلاقي حاجة بالليل وقت العشاء، وقت كده اكيد هتستعملي حاجات في المطبخ يعني. فصعب بصراحة ان انت تقف في المطبخ كده الصبح وبالليل، حرام يعني. ففي الشتاء الدنيا سهلة ان انت ممكن تسيبي المواعين لتاني يوم، لكن الصيف بصراحة لا. الصيف بضغط نفسي واعمل المواعين عشان لان الصيف اقل حاجة بتجيب ريحة، اقل حاجة من الحر بتجيب ريحة. بس خلاص نشفت اهو كويس البوتاجاز. هبتدي ارجع بقى العيون. بصوا بقى البوتاجاز بيلمع ازاي، يا لهوي على النظافة، يا لهوي احلى حاجة. رجعت بقى الحلل بتاعة الاكل، والحوض كمان عندي بقى زي الفل، والرخامة بقت بتلمع. هجيب بقى كده المعطر وهبتدي بقى ارش كده في المطبخ عشان يديني ريحة النظافة. المعطر ده على فكرة عندي خلص، فحطيت بقى شوية دوني بريحة الفخامة وشوية مية، واديله الريحة تحفة تحفة تحفة. بس بقى هبتدي بقى اعمل لي حاجة مكافأة، اعمل لي كوباية شاي بلبن واطفي النور كده بس عشان العيال ما يخشوش. وارتحت شوية بصراحة، وبعد كده دخلت بقى اعمل كوباية شاي بلبن. هحاول بجد بجد الايام الجاية ان انا اصور معاكم على طول باذن الله. وقت ما اكون مقصرة بجد بيبقى غصب عني، معلش حقكم عليا استحملوني. وتشجيعكم بقى، لان بجد مفيش تشجيع في القناة خالص يعني. مفيش شير، مفيش لايكات كتير، مفيش. عارفين اللي هو انا يئست، انا بقالي كام سنة في القناة، فاهمين بقالي كتير. فاللي هو يعني عارفين، حاسة ان انا بتعب على الفاضي. بس اللي بيصبرني الناس الحلوة، والله الناس الجميلة اللي انا بحبها بس، واللي هي بتحبني بس مش اكتر. المهم حطيت بقى الشاي، وطبعا المج ده خلاص ادمنته بعشقه من ساعة ما جبته وانا بعمل فيه بصراحة حلو قوي. بس انا فيا بقى مشكلة ان انا اجيب المجات واستعملها، افضل استعمل المج كتير كتير وبعد كده ازهق منه واسيبه بقى كتير وبعد كده ارجع له بعد فترة، فاهمين. بس انا بحب كل مجات، اي مج جبته بحبه، بس بقعد عليه فترة وبعد كده بقى استعمل واحد تاني، فاهمين قصدي. بس خلاص كده اللبن اهو حطيته في البتاعة دي يعني، والشاي اهو خلاص حطيت المية، ويبقى كده الفيديو بتاعي خلاص خلص. وكان فيديو كده بسيط وتشجيعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد، ويلا باي باي.